أعزائي المتابعين ومشاهدين قناة أحمد الحسن، سلام الله عليه. إننا وفي هذه اللحظات العصيبة نود أن نشكر كل من رحال ومن حشاقه والليزر والمدمر، نعم، وشكرا لهم وشكرا لكل من دعا لنا وواسانا، وندعو على من أطلق تلك الإشاعات ونقول له أن ذلك دليل على فراغ عقلك ونفسك ورجلك. ندخل في حلقتنا لهذه الليلة، والسؤال الأول ويقول: ما حكم الركض خلف كرة القدم؟ ونقول لهم: السؤال كما جاء ولا نخاف في الله لومة لائم. إن الركض خلف كرة القدم، خلف تلك البالونة، خلف تلك الجلدة، خلف تلك البلاستيكة، خلف تلك نعم، حرام بالدليل. نعم، فيا ذلك الطويل الهبيل المتين القصير الذي تركض خلف تلك الكرة وأنت تنقسم ثورين وبقرة تركض خلفها وتجعل ذلك الباب هو هدفا لك. اركض خلف الأمور السامية، خلف الأمور السامية. نعم، اركض خلف امرأة، خلف طفلة، خلف إعطائنا الخمس، خلف الحسينيات وما يدور فيها من خلف تلك الأمور التي نعم، تلك الأمور السامية والأهداف، هذه التي تنفعك في حياتك، وبعد مماتك سوف تأكل التبن. نعم، نأخذ اتصال. نعم، ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ، نحبك في الله يا شيخ. قد تذكرت. نعم يا شيخ، بسألك، أشكو من كثرة النمل في البيت يا شيخ، ما الحل يا شيخ؟ من كثرة النمل. نعم، الجواب، اسمع الجواب. كثرة النمل، الكثير يسأل من كثرة النمل، وقد قال المهدي لنا الكثير. نعم، نمل كبير، نمل صغير، نمل يطير، غراسة، الفليت، الباف، الجزر. نعم، هنا كثير. أثبتنا لكم أنه هذا النمل يداوى بماذا؟ يداوى بالتربة الحسينية. نعم، الكثير قد اشتكى أن النمل قد أخذ منه اللحمة المفرومة والسباجيتي والفشار والبسبوسة والقيمات والمرقوم والسكر والرز وكثير من الموز. ندعكم مع ذلك الفاصل ومع الرادود فاسم الكربلاء. طويلة رحيلتي وخاف برجلي
واشتكي لك وعذبت ليلك واريد بدموعي ابرد غليلك ودعك دميعتي واخاف برجيعتي بعد ما اشوفك اخاف النعوم. وجهك كرجلي، وجهك كرجلي. يا بعد أن تابعنا الفيديو كليب مع رجلي، أقصد مع باسم الكربلائي، نتلقى الاتصالات، نتلقى الاتصالات. ومع الاتصال ألو. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله يا شيخ أنا من أهل السنة والجماعة يا شيخ. ماذا؟ أبى أسألك من وين جبت هالدليل يا شيخ؟ دليل ماذا؟ ألو ماذا؟ انقطع الخط؟ نعم. نعم. الدليل الدليل أتينا به من مراجعنا، من مراجعنا. نعم، وهو مثبت لدينا. نعم، ولا يوهبون. نعم، أنتم تكفروننا ونحن نرأف بكم، نرأف بكم، سامحكم الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا نحبك في الله يا شيخ. نعم، أنت ذلك. نعم. شكرا، شكرا لك، شكرا. يا شيخ أنا متزوج لي 10 سنوات يا شيخ وما يجيني أبناء يا شيخ. نعم 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 نعم، تريد الحل. نعم نعم، إذا لم يأتك من 10 سنين اذهب إلى أقرب حفرة. اسمع يا بني، لديك حل واحد، وهو استغفر 1000 مرة وسبح 1000 مرة واقرأ الفاتحة 1000 مرة على روح فاطمة الزهراء. الوهابيون ينظرون إلينا الآن ويقولون هذا يحاول أن يدلس عليكم. لا تسمعوا لكلامهم. سبح 1000 مرة واستغفر 1000 مرة واقرأ الفاتحة على روح فاطمة الزهراء، وسوف يرزقك الله بابن جميل أبيض عيناه خضراوان وكبروان واسمه حسين، هكذا قطع إن شاء الله تعالى. أعزائي المشاهدين، بعد أن استمعنا إلى هذه الفتاوى ومداخلة ذلك الناصبي ومشاهدة الفيديو كليب لرجلي آل باسم، نستودعكم الله وقناة أحمد المالي. سلام الله عليك. أخاف النار.